هذا الاستاذ اشرف محمود المشرف على جريده الحياه ومجله الوسط اللندنيه اللي راح يسلم اللاعب احمد العجوز $1000 وكاس. هذا اللاعب جميل من العجوز من الحزام الاسماعيلي المصري. المشاهدين نشكر لكم المباراه مقدمه من الحياه ومجله الوسط الجيدتين وتحيات الزميل الاستاذ فتحي ابو زيد وحتى نلقاكم ان شاء الله في القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عماد فكري احمد العجوز هو جول يا وجول يا احمد العجوز في الدقيقه 42 واحمد قناوي رايح علشان مش ممكن. نمره 12 ادهم السلاحدار وكلهم وادي اداريين ومسؤولين كلهم وخالد القماش واسماعيل حفني وكل مجموعه الاسماعيلي والاحتياطيين بيبوسوا بعض ويحضنوا طبعا فرحه ما بعدهاش فرحه. احمد العجوز في الدقيقه 42 تقريبا من الشوط الاول بيعزز اهو شاطها قويه جدا في القايم والعارضه وتخش جول. حلوه يا ابو حميد. 2-0 للاسماعيلي كده يبدا طبعا الثقه تزداد اكتر واكتر وفي مقابل مخلوف حامد ويغمزها له تاني حلوه لفكري. حمزه الجمل الباك الشمال 19 سنه لعب الشوط الاولاني بامتياز الباك الشمال لنادي الاسماعيلي. حمزه بيلعب برجله الشمال ويلعب كره طويله حلوه لاحمد العجوز من ورا لاحمد العجوز. جول ويشوطها جوه جول. مش ممكن يا حسام احمد العجوز شياطه ضعيفه بايد حسام الدين عثمان وفي الدقيقه الثالثه يجيب الجون الثالث من بين ايد حسام الدين عثمان. احمد العجوز عصام عبد العال احمد العجوز هو الهدف الاول للنادي الاسماعيلي. الهدف الاول وهدف التعادل بتمريره جميله من احمد العجوز لمحمد صلاح ابو جريشه لاحمد العجوز مره ثاني في المرمى. هدف جميل للنادي الاسماعيلي وكان باين ان الشوط الثاني بهجوم ضاغط للنادي الاسماعيلي. وفي مازال ضرب طوب من مدرجات الدرجه الثالثه من جمهور المنصوره وتقريبا ياسر الاسد. المقطوعه من سجابي جوناماري. احمد العجوز بيستلم وبيلعبها لعصام عبد العال وعصام عبد العال بينيه حلو لاحمد العجوز وماشي احمد وبينفرد وبيحط الجون الاول للنادي الاسماعيلي. ملعوبه حلوه من احمد العجوز من عصام عبد العال لاحمد العجوز اللي خدها لنفسه كويس وداس عليها رغم ان كان في مضايقه من خط ظهر فريق فانتاستيك الا ان احمد العجوز نجح في انه يستخلصها لنفسه ويحط الجون الاول للنادي الاسماعيلي. وده فعلا اصاب فريق فانتاستيك بصدمه كبيره جدا رغم ان الفرقه بتلعب على ملعبها وبين جماهيرها زي ما حضراتكم شايفين. ودي اعاده للجون. عصام عبد العال بيلعبها بينيه جميله جدا. احمد العجوز رغم ان كمان ده اسماعيل راجع معاه بيحاول يعرقله الا ان احمد العجوز اخدها كويس لنفسه وبيلعبها وبيحط الجون الاول للنادي الاسماعيلي. ويمكن الجون دوت قلب موازين اللعب او قلب موازين الاداء في هذا اللقاء وغير من خطه الراجل مدرب فريق
فانتاستيك الكسندر اللي كان بيعتقد ان هو هيجيب اكتر من جون في النادي الاسماعيلي، لان جون احمد العجوز قلب المباراه راسا على عقب، وده اللي هنشوفه مع حضراتكم في بقيه احداث الشوط الاول والثاني. ودي اعاده برضو بالبطيء، واحمد العجوز زي ما حضراتكم شايفين، ورغم انه بيستلم الكره تحت ضغط ورغم ان في اعاقه الا انه فعلا بمهاره احمد العجوز قدر ان هو يستخلصها وقدر ان هو يجيب الجون الاول للنادي الاسماعيلي في الدقيقه 4. اتلعبت الكره على طول وعاطف عبد العزيز بيلعبها طويله للعجوز لبشير تاني، وهي تعترى مرسي لاسلام لهشام عكاشه ومجدي الشناوي، ما قلناش اسمه كتير لغايه دلوقتي. مجدي العجوز بيعدي العجوز وبيشوط شوطه جميله جوه الجول. الجول الثاني جميل قوي شوطه جميله من العجوز في الدقيقه 22 من الشوط الاول. هنشوف الاعاده دلوقتي، واهي شوطه حلوه من العجوز وبتدخل الجول زي الكرباج، وطبعا الارض ما ساعدتش باسم خيرت انه يحاول يرجع ورا تاني. الدقيقه 19 بيسجل النادي الاسماعيلي، الدقيقه 22 بيسجل النادي الاسماعيلي الهدف الثاني ليه. احمد العجوز على منور وبيحطها احمد العجوز، وصل يقول مدافعي الشباب اللي وقفوا على اشاره الحكم، المساعد اعتقادا منهم ان اللعبه هذه تسنن. الهدف الثاني والاسماعيلي احمد العجوز في الدقيقه السابعه. نادي الاسماعيلي المصري احرز الهدف اللاعب رقم 10 احمد العجوز. احمد العجوز بيعمل الشغل كله. تتلعب الكره جامده من سعفان وتتلعب لاحمد العجوز وبيلم راح هو الجول ويلعبها جوه الجول وجاله عضله اهو. احمد العجوز خطف كوره حلوه قوي من قدام ربيع ياسين وانفرد بالجول ويجيب جول في الدقيقه 12 سعفان شاط الكرة اللي فاتت دي طويلة تروح لأحمد العجوز عشان يجيب جون الأول لنادي الإسماعيلي في الدقيقة 12. شاطها